الرفيقة سعاد عبد الله، ناطقة مؤتمر ستار العريشة. طبعا اليوم إذا بدنا نحكي عن مقاومة 6 تشرين يعني يعجز الكلام. اليوم نحن خضنا أحلى مقاومة، يعني كمكون من جميع المكونات. يعني احنا عشنا مرحلة فعلا أخوة الشعوب، أظهرنا للعالم أنه فعلا أخوة الشعوب أظهرت حالها ب6 تشرين. هي يعني كانت مقاومة 6 تشرين هي فعلا حرب الشعب الثورية اللي أثبتت وجودها على 6 تشرين، اللي كانت يعني مقاومة. لما كنا على 6 تشرين يعني رغم الضرب ورغم القصف ورغم، بالعكس زادنا إصرار، زادنا إرادة، زادنا قوة، لأنه احنا أصحاب حق. اليوم أرضنا، وإحنا دماءنا فدوى الأرض هاي. يعني شهدائنا اللي راحوا ما راح نخلي دماءهم تروح حدر. اليوم كنا شهداء الحرية وشهداء هالأرض اللي تحررت بدماء الشهداء، وخاصة شهداء 6 تشرين المدنية العزل اللي أردوغان استهدفهم، لأنه عم يدافعوا عن أرضهم وعم يدافعوا عن إرادتهم كشعب أراد الحرية. أردوغان يعني حاول بشتى الوسائل أنه يهدم هالإرادة القوية، يهدم معنويات العالم، يحطم يعني معنوياتنا. كنا بالعكس نحن خاصة المرأة أثبتت وجودها ب6 تشرين. يعني لما كنا نهتف ونغني وكان الطيران يقصف، بالعكس احنا نزداد قوة. لما الطيران يضرب احنا نقوم نزغرد، لما الطيران يضرب احنا نقوم يعني نهوس، لأنه احنا شهداء فدا أخوة الشعوب، فدا هل الوطن اللي ضحى بكثير أشياء. فاليوم احنا من خلال وقفتنا على 6 تشرين كنا بالعكس زدنا قوة. يعني أنا من خلال أنا رحت مرتين على 6 تشرين، ولو متطلب مني أني أظل ب6 تشرين ما عندي مشكلة. اليوم إذا ما تكون روح المقاومة كنا مع بعض ما كنا حررنا، ما كنا وصلنا للنصر. الحمد لله بإرادتنا وبقوتنا. أكيد القوة والإرادة اللي امتلكناها هي من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، يلي زرع بينا القوة والإرادة، ومن خلال قوتنا وإرادتنا هي اللي بينت على 6 تشرين مقاومتنا، إرادتنا. يعني فكر القائد علمنا شلون ناخذ يعني حقنا، ما نتخلى عن حقنا. علمنا شلون عندنا إرادة قوية انه نكون نثبت وجودنا ونثبت إرادتنا ونثبت قوتنا لنحقق أهدافنا. وطبعا فكر القائد عبد الله أوجلان يعني أثبت وجود كل المكونات، وأثبت وجود أخوة الشعوب، وأثبت وجود المرأة. يعني فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان المرأة أثبتت وجودها بمقاومة 6 تشرين. أكيد يعني 6 تشرين هو يعني تاريخ راح ينكتب بحروف من ذهب، أنه لما قاومت أخوة الشعوب وقامت المرأة خاصة، واللي استشهدت المرأة قوة هي اللي استمديناها من فكر وفلسفة القائد، هي الإرادة القوية. يعني ايش يعني ما نقدر نعبر عنها بالكلام، بس بالفعل عبرنا عنها بمقاومة 6 تشرين. نحن عبرنا عنها الشيء هذا، فكر فلسفة القائد، يعني اللي علمنا شلون يعني احنا أصحاب إرادة، أصحاب قوة. يعني اليوم يعجز الكلام انه نريد نشرح انه مثلا اليوم مقاومة 6 تشرين، لما كنا مقاومة على 6 تشرين يعني حسينا بروح المقاومة. يعني فعلا
اثبتنا انه يعني فعلا شعور لا يوصف. لا يعني شلون نريد نحكي عنه ما نقدر نحكي عنه ولا نقدر نعبر عنه. اكيد المقاومه هي مستمره، ونستنبط قوانا بفكر وفلسفه القائد، واكيد يعني خطانا لابعد فكر وفلسفه القائد لحد يعني ننال انه الشيء اللي رسمه لنا القائد. هو القائد رسم لنا انه يجب ان نكون اناس احرار، واحنا ماشيين على خطى القائد عبد الله اوجلان. واكيد اكيد اكيد لا تكمل فرحتنا الا بطلعه قائدنا، لا تكمل فرحتنا كمراه، لانه هو اللي اعطاها الحريه واعطاها الوجود واعطاها الاراده القويه.